أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الديوان، الفقرة الأولى في مؤتمر كان مهم جدا بيعقد في السيدة عائشة في مظاهر احتفال. حصل صدام ما بين المقيمين للمؤتمر في مظاهر معينة وبعض السلفيين. عايزين نستبين، عايزين نستوضح الأمر، عايزين نعرف في مشكلة. السلفيين هاجموا الناس دي ليه؟ هل العزمية أو الصوفية العزمية طريق أو إشارة للشيعة ولا لا؟ المشكلة الواقعة بين الطرق الصوفية وبعض السنية أو السلفية السنية، وكلنا سنة وأهل سنة. هنشوف ايه المشكلة وايه القضية وازاي هيرد عليها. معنا ضيفين مهمين جدا، لكن سؤالي للسادة المشاهدين: بعد رحلة الطيران بين مصر وطهران عزيزي المشاهد، هل تؤيد المد الشيعي بين مصر وطهران؟ هل تؤيد المد الشيعي لمصر؟ الإجابة بنعم أو لا. 9472 رسائلكم غاية في الأهمية. اسمحوا لي أرحب بضيوفنا: الأستاذ عبد الحليم العزمي، رئيس تحرير مجلة الإسلام وطن والمسؤول الإعلامي بالطريقة الصوفية العزمية. أهلا بك يا فندم. الأستاذ علاء السعيد، أمين عام ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. أهلا بك، منورنا. الله يبارك فيك. أولا يعني إيه المشكلة اللي حصلت في المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة احنا كان سبب عقد هذا المؤتمر هو موضوع نشر في صحيفة الجمهورية للدكتور المنزلاوي، قال ان احنا مر على ميلاد السيدة عائشة 1450 سنة، وذكر فضائل السيدة عائشة وعلاقتها بأهل البيت وعلاقة أهل البيت بيها والصحابة وغيره. فاحنا وجدنا ان دي فرصة ان احنا نعمل احتفالية نذكر بها المسلمين بفضائل السيدة عائشة وبمكانة أمهات المؤمنين والصحابة والعلاقة الطيبة بين أهل البيت وبين الصحابة وبين أمهات المؤمنين. ودعينا ليها الدكتور فضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر للحديث، والدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، والدكتور سعد الدين الهلالي، ويعني آخرين يعني يتحدثوا. وأنا كان ليا كلمة في المؤتمر عن علاقة السيدة عائشة بأهل البيت، علاقة الود والصفاء يعني بينهم. ودعينا كل السفارات العربية والإسلامية الموجودة في مصر بلا استثناء. ومنهم كل السفارات. منهم انت عايز تقول ايران؟ يعني خلينا مسلمة يعني انا خلينا نتكلم عن ما يخص القضيه. يعني احنا اتكلمنا عن انا بس عايزين نعرف ان كان فيهم ده، فعشان الناس لا احنا ده انا بقول لك كل السفارات الاسلاميه والعربيه. جميل. يبقى داخل فيهم ايران. نعم. خدت بهذا. الحقيقه لم يعتذر عن الحضور الا السفير السعودي، يعني قال ان هو مش متواجد في مصر، بعتوا لنا اعتذار. ولم يحضر ولا سفير واحد حتى، بما فيهم السفير الايراني وزيه زي الاخرين ما جوش يعني. خدت بال حضرتك؟ لو كان جه السفير السعودي كان هيدخل، جه السفير القطري كان هيدخل، جه اي سفير. احنا مش دعوه خاصه بالسفير الايراني ولا بغير السفير الايراني. خدت بال حضرتك؟ لكن السفير الايراني كان ما بعتش مندوب عنه السفير. لا كان كلمنا، لا ما حدش حضر. كان كلمنا وقال ان انا مستعد اجي واقول كلمه في فضائل السيده عائشه. السفير الايراني. والله احنا لما سمعنا هذا الكلام يعني بيني وبينك الخبر ده سرنا، مش زعلنا، لان انت كسلفي وانا كسلفي او صوفي او كذا بنتكلم على فضائل السيده عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها. طبعا. لما وبيقال ان هم بيسبوا ام المؤمنين، ماشي. لما يجي هو يقول لي ده انا جاي اتكلم على فضائل السيده ام المؤمنين السيده عائشه ومكانه السيده عائشه، انا بعتبر ان الفكر بتاعي كان صحيح، والراجل ده جاي يؤكد هذا الفكر. نفسي الاعلام ينقل هذا الكلام على لسانه، دي تبقى حجه وثيقه. جميل. خدت بالك؟ اللي حدث ان احنا فوجئنا ان الاخوه مجموعه كانت حوالي 30-40 شخص يعني جم واقفين قدام بوابه الازهر وبيهتفوا، والهتافات بتاعتهم على فكره مسجله صوت وصوره، موجوده على اليوتيوب. سمع الاخوانجيه، ما فيش علاقات ايرانيه. طب انت جاي تسمع الاخوانجيه، احنا مالنا ومال الاخوانجيه؟ ما تروح تقول الكلام ده للاخوانجيه. انت جاي تقف عندنا ليه؟ وجايب معاك مطاوي ليه؟ وجايب معاك سنج ليه؟ طيب خلينا انت قلت الشماريخ. استاذ علاء السعيد كنت موجود؟ لا انا ما كنتش موجود متحاضر معاهم في اللقاء، لكن تنبيه بس ان انا احب اعرف الاستاذ عبد الحليم، احنا لا يوجد اي خلاف شخصي
بيننا احنا كائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل والطريقة العزمية واخواننا الصوفية عموما يعني. واحنا معاك في الائتلاف، أبداً. احنا بندافع عن الصحب والآل، ما فيش خلاف. تمام يعني. يبقى ده اللي احنا نتفق عليه في البداية، ان احنا ليس لنا اي عداء مع اي حد من الطريقة العزمية او من الطرق الصوفية عموما، بل ان في الائتلاف معانا اخوة صوفية ومشايخ صوفية وعلى اتصال دائم بيهم، من ضمنهم الشيخ عبد الهادي القصبي، ومن ضمنهم ناس كبار في الصوفية برضه. حتى الشيخ علاء مضى ابو العزام كان اتصل باخونا وليد قبل اللقاء بيوم، يعني ما عندناش اي، وكان معاه امبارح في لقاء على قناة احدى القنوات. نعم. لكن اللي يهمني بس اوضحه ان ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل ليس له اي اتجاهات ولا ينتمي الى اي تيار ديني في مصر. يعني ما تصنفنيش انا ان انا ائتلاف سلفي، والاستاذ عبد الحليم يقول ان الاخوه السلفيين اللي كانوا موجودين هناك، لا، اللي هناك ما كانوش بس سلفيين، كان في صوفيه منهم، وكان فيه ناس من الشباب اللي هم الشباب الثوري اللي موجود. يعني اللي قام بالموضوع هو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل اللي معروف في كل حالاته. جميل جدا. هو احنا مش مهم مين اللي كان موجود، انت وضحت صوره وجميل تمام. جدا. السلفيين او غيرهم اللي رايح ليه؟ رايح ايه المشكله اللي عنده؟ دي نقطه مهمه جدا يا استاذنا، اللي هي علشان بس اذا كان الاستاذ عبد الحليم او الطريقه العزميه لهم مشاكل مع السلفيين فاحنا مش طرف فيها. مش سلفيين. احنا مجموعه بنضم سلفيين، بنضم اخوان، بنضم صوفيه. حضراتكم كنتوا موجودين؟ نعم كنا موجودين. انت كائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل رحتوا حاصرتوا الناس دي؟ لا، حاصرنا ديت غلط. رحتوا هاجمتوهم؟ ولا هاجمناهم. امال رحتوا ليه؟ اقول لحضرتك، اولا ان اقامه مؤتمر لمولد السيده عائشه او بمناسبه مرور 1450 سنه على مولد السيده عائشه، هذا ما لم نعهده لا من الطرق الصوفيه ولا من الطريقه العزميه. عندنا الطريقه العزميه بتعمل موالد بعدد شعر الراس، لم نسمع في يوم من الايام انها اقامت مناسبة خاصة يا استاذ علاء، مناسبة خاصة ان هي مرور 1450 سنه والجمهوريه بقول لك اشمعنى 1450 بالذات يعني؟ هو بقول لك الخبر يعني هو اي حد مش 1400 ليه مش 1000 ليه مش 1300؟ لا التوقيت نفسه يعني هو بيسال ليه؟ لان هو فعلا مر 1450 سنه. طب ولو طب و1460 لا ليه؟ وال 1430 لا ليه؟ لو 60 يبقى انت هتزود على عمرها 10. طب 1400 لا ليه؟ برضه لان 1400 لا هي استاذ عبد الحليم لان احنا 1434 دلوقتي، لو هي 1400 تبقى اتولدت امتى؟ خلينا منطقيين بس بعد النبي ما انتقل. التوقيت هو بيقول ان التوقيت انتم يعني معتادين تعملوا مثل هذه المؤتمرات للصحب والآل؟ احنا بنحتفل بالصحب والآل بقالنا دلوقتي تقريبا 13 سنه في صوره تدريس السيره النبويه وسيره الصحابه وسيره آل البيت. لكن ما فيش مؤتمرات. لا ده مؤتمر شهري، الجمعه الاولى من كل شهر عربي بيبقى فيه حاجه بنسميها الليله المحمديه، بندرس فيها السيره النبويه للنبي والصحابه وآل البيت. يعني ده كان احتفالاتنا لا اللي غير معتاد السيده عائشه، واللي انا بصر عليه دايما يعني ان الطريقه العزميه لم تحتفل في يوم من الايام ولا في اي وقت من الاوقات على مدار تاريخها. ما احتفلنا بالسيده خديجه. نعم تحتفل بالسيده خديجه لاسباب انا هقولها لحضرتك دلوقتي وحالا، لكن مش السيده عائشه. فده بدايه الامر. ثانيا يعني احنا غلطنا لما احتفلنا بالسيده عائشه؟ بالعكس تحتفل زي ما علينا. مش انا عايز اعرف هل هو ذنب مثلا؟ لا ده انا بس ليه ايه السبب في هذا التوقيت بالتحديد؟ وليه دعوه السفراء العرب والاسلاميين، والاستاذ علاء امس في لقاء ليه قال ان هم دعوا 87 سفير من دوله اسلاميه وعربيه، الكلام ده صحيح؟ لا هي الدول الاسلاميه حوالي 56 دوله. مش الاستاذ علاء امبارح قال 87 دوله وما حضرش ولا سفير؟ ولا سفير بس اللي حضر واللي كان المفروض انه يحضر السفير الايراني. لا ما حضرش. طب ليه القى كلمه والشيخ علاء قال هو ارسل كلمه؟ يعني الشيخ علاء يعني ارسل. ما انا قلت لحضرتك اتى من ينوب عنه، قلت لي لا لم ياتي من ينوب عنه، هو ارسل كلمه للمؤتمر. ارسلها المؤتمر. من القاه؟ لم تلقى. لا ليه بيه؟ لا الكلمه موجوده. لا الكلمه مع حضرتك. الكلمه معايا. لا موجوده. طب ليه اتسربت لليوم السابع وليه اتسربت؟ احنا عملنا مؤتمر صحفي امبارح. طب اشوف الكلمه ممكن بعد اذنك. لا عشان ارد على سؤاله بس. عملنا مؤتمر صحفي امبارح بطريقه العزميه معروف. نعم. وانا في المؤتمر الصحفي القيت فقرات من كلمه السفير، وفي الاخر وزعنا الكلمه على كل اذا انت القيت بعض الكلمات في المؤتمر الصحفي ثاني يوم. يعني كان هناك نيه، يعني كان في نيه انك تقول الكلمه لو ما حصلش الوجود ده لكلمه السفير الايراني، يعني حتى ولو بكلمات. مولانا الكلام اللي هو الراجل بيقوله ده
انتوا كاعلاميين وناس بتدافعوا عن الاهلي والصحب يهمك ان الكلام ده يتقال. يهمني طبعا. وانت لو سمعت الكلام اللي الراجل كاتبه هنا دي وثيقه. نعم قريته. نعم احنا مش هنقوله بس انا بص لكن لم يتعرض للسيده عائشه باي حال من الاحوال ولا لا ازاي؟ لا انها ام المؤمنين مثلا. لا ليه؟ امال السيده عائشه ام مين؟ لا يعني هو قالها انها ام المؤمنين. جميع امهات المؤمنين. وخالف معتقده وقال ان هو انها من ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بص القضايا الخاصه بالشيعه دي تروح تناقشها مع واحد شيعي. لا ده هو احنا بنناقش الامر. او تروح تعمل لقاء مع سفير الايراني وتساله الكلام ده. طب ما هو حضرتك جايب يا استاذ عبد الحليم، جايب كلمه السفير الايراني اللي احنا ممكن نناقشها دلوقتي، اللي هي موجوده عند حضرتك واللي هو القاها في مؤتمر حضرتك عملته. يعني نحن لا نناقش شيء. مين اللي القاها؟ انت حضرتك قلت بعض الكلمات منها ده في المؤتمر الصحفي تاني يوم عشان نعرف الصحفيين. لكن لو الناس دي ما حصلتش او ما هاجمتش المؤتمر كان هيجي يقول كان من المفترض انه جاي يقول ده. يقول الكلمه دي. تمام. عشان طلع لي خطا في الكلمه دي اللي زعل الناس. لا ما حدش قال انه في اخطاء ولا بنتكلم في اخطاء، لكن احنا بنتكلم لماذا السفير الايراني هو في خطا في ايه؟ معلش في حاجات كتيره لو احنا ناقشناها بس الاستاذ عبد الحليم يقول تعالى ولكم في رسول الله اسوه حسنه وهي لقد كان لكم في رسول الله. لقد كان هذه خطا في ايه. ده سفير دوله ايران لانه ما بيعرفش عربي لانه فارسي يا استاذ عزت. ما علينا، لانه فارسي والفرس اصلا لا يعترفون ان القران الكريم سليم، لانهم بيعترفوا ان القران الكريم محرف. والله يا اخي الامر يعني فمش مشكله نغلط في ايه في 10 في 20 لانهم ازادوا كلمات على كتاب الله. احنا عندنا شيوخ وعمائم كبيره بتطلع في قنوات فضائيه وبيخطأ في الايه يعني. ما فيش مشكله، ما اعترضناش لكن القول بتحريف القران هو دين عند الشيعه. برضه تروح تسالهم في هذا الكلام. لا وممكن اسال حضرتك برضه. لا حضرتك طالما تبنيت كلمه لشخص معين تدافع عن الكلمة أو تدافع عن الشخص المعين أو تبرر هذا التبني. أنا لا أدافع عن أحد ولا أبرر لأحد، أنا بقول لك هذه هي كلمته. خلاص يبقى احنا أنت مش عاجبك كلمته أنت حر. برر يعني أنت الكلمة دي جايبها إيه مبررها؟ جايبها لمين؟ انت حضرتك لا مش لينا، جايبها عشان يلقيها السفير الايراني. انا مش جايبها مبررها. انا دعيت السفير الايراني زي ما دعيت كل سفراء العالم الاسلامي. طيب يعني انا عايز الراجل ده قال انا هاجي اقول كلمه في فضائل السيده عائشه. لو السفير السعودي جه قال اقول كلمه هنقول له ما تقولش. اي سفير عايز يتكلم يجي يتكلم. معتادين ان انتوا تدعوا السفير الايراني في لا مش معتادين وما حضرلناش قبل كده السفير الايراني اي حاجه. ما وجه يعني. انا مش متهم قدام حضرتك. لا يعني عشان تقعد يعني لا مش استجواب. ليه السنه دي وليه دلوقتي وليه السفير الايراني في التوقيت ده؟ انا الصبح هعمل احتفال بسيدنا عمر بن الخطاب. هي حاجه تزعلك في حاجه؟ انت تحاسبني على ان انا بعمل احتفال بالسيده عائشه؟ ده يبقى شيء ممتاز. ايه المشكله يعني؟ لكن الموضوع بس انا هتكلم نقطه معينه. هل حضرتك يا استاذ عبد الحليم بتقر بتحريف القران اللي بيقر به الشيعه؟ ده سؤال عادي. اللي انا اعرفه ان وعندي طبعا من القران المطبوع في ايران من اول الفاتحه الى قل اعوذ برب الناس ما شفتش حرف زياده ولا حرف نقص. احسنت، دي ما فيش اي مشكله فيها. انما اقول لحضرتك حتى بس عشان خاطر اريحك شويه الكلام اللي ورا انت جايبهم بتوع عبد الله الزدان على لا انا مش جايب ورا عبد الله الزدان بس معلش بس عشان اريحك من الموضوع ده. انا جايب الازهر كمان وكلمات مشايخ الازهر. دي سي دي كانت حلقه على قناه صفا، وهي قناه محسوبه على التيار الوهابي السلفي الموجود في مصر. يعني ايه الوهابي؟ لا هو بالنسبه لمحمد بن عبد الوهاب سني يعني. محمد بن عبد الوهاب كانت بتناقش نفس الكلام. انا هقول لك ايه المشكله في محمد عبد الوهاب دلوقتي لو عايز تعرف. كانت بتناقش نفس شويه الورق اللي معاك دول بتوع عبد الله الزدان دول، وانا رديت عليهم في القناه دي، وكان معايا ممدوح اسماعيل اللي هو عضو مجلس الشعب كان معايا في الحلقه. ودي سي دي انا ههديها للبرنامج ممتاز الاستاذ خالد عزت استاذ عزت. ابقى اتفرج عليها وشوف عبد الله الزدان قال ايه على الكلام ده اللي هو لسه هنفتح فيه. لا مش هنفتح فيه. لا مش هنفتح فيه حضرتك. مش هنفتح فيه، لكن هي يكفينا اعتراف حضرتك ان القران الكريم غير محرف عند المسلمين وكفايه. المقال اللي موجود قدام حضرتك اللي انت عايز تتكلم فيه لان بالشيء يذكر يعني. ان حضرتك كتبت المقال وقمت يا امه الاسلام انقذوا كتاب الله من تحريف الوهابيه. الوهابيه ده مقال لحضرتك؟ ده مقال للاستاذ عبد الحليم العزمي. هات الصفحه الثانيه العمود الاولاني. نعم. لا انا مش هتكلم ده. انا الفقره الاولانيه لا انا جاي لك اكتفيت بحضرتك بس اكتفيت من حضرتك. ايه المقصود هنا في الكلام ده اهو؟ ان في واحد من المحله مقدم بلاغ في مجمع الملك فهد وفي السفاره السعوديه، وليه مشكله كان جه عرضها. انت عارف ان انا رئيس تحرير وصحفي يعني. لما بيجي لي مشكله انا بتبناها بعرضها، لان احنا يهمنا وخصوصا اذا كانت تتعلق بكتاب الله.
فهو جه قال لي ان القرآن اللي بيطبع في بتاع مجمع الملك فهد فيه، والكلام ده انا كاتبه اهو، مصحف المدينة النبوية الذي يحوي الكثير من الأخطاء في علامات الوقف وأصول وقواعد التلاوة. هي دي القضية. وجاب لي المصحف المطبوع في الأزهر الشريف، ولقينا فيه فروق ما بين ده وده. قلت له طب روح مجمع البحوث الإسلامية. ده شخصية معروفة حضرتك ولا غير معروفة؟ مين الشخصية اللي عملها؟ ما انا كاتب اسمه في المقال هنا. لا يعني مش شخصية دينية معروفة ولا شخص عادي؟ في واحد اسمه الشيخ محمد أبو الخير، ده عالم قراءات في المحلة. ده في القرآن الكريم زي القرآن ولا من المقرئين المصريين يعني، او هو عالم قراءات وخلاص؟ عالم يعني مش عالم قراءات. هو معروف عند الشيخ المعصراوي، لو سألته عنه يعرفه كويس، يعني من الناس المعروفين. فهو اللي طلع الأخطاء دي وعملها في كتيب، طبعها في كتيب. خدت بال حضرتك؟ فهو لما جاء عرض عليا الموضوع ده قلت له والله اللي يقدر يفصل في القضية دي هو مجمع البحوث الإسلامية. روح قابل الشيخ فضيلة الشيخ المعصراوي وهو يديك حل. قال لي انا رحت وقدمت شكوى للشيخ المعصراوي وجايب رقم الشكوى، انا منزلها في المقال هنا، وهم لم يفعلوا شيء. والموضوع وصل امن الدوله، وصل مش عارف ايه وحاجات زي كده. فانا عرضت الموضوع ده اهو، وقلت فيه يجب على مجمع البحوث الاسلاميه في المقال نفسه اذا ما رفض مجمع الملك فهد تصويب الاخطاء ان يعلن بيانا واضحا وفاصلا في هذا الامر. يعني هي كانت قضيه احنا بنتساءل ايه تساؤلك في المقال ايه؟ لا بس نفس الكلام، يا أمة الإسلام أنقذوا كتاب الله من تحريف الوهابية. يعني حتى العنوان نفسه بعيدا عن الداخل، يعني الأمر احنا مش هنتكلم في عناوين، انا بكلمك في صلب الموضوع. لا العنوان الجواب بيبان من عنوانه يا استاذ. طب ماشي، وايه تاني عند حضرتك؟ لا ده لسه في كتير، بس الاستاذ خلاص هو انا عرفت ايه الموضوع ده. هو برر هنا. حتى لا طب ايه اللي خلى الطرق الصوفيه نفسها يعني يردوا عليه في مجال التصوف الاسلامي، وردوا على الدكتور على الاستاذ عبد الحليم، قالوا الشيعه وعقيده تحريف القران. يعني كلموا على نفس الموضوع في نفس العدد في نفس الشهر. اصبر بس علشان خاطر بس كاتبين هم قالوا احنا بنرد على لا لكن هو نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله ان الوهابيه هم اللي بيحرفوا القران. احنا مش هنفصل ونلزق. لا ما نفصلش ونلزق بيه. هل هم كاتبين في الرد ده ان احنا نرد على عبد الحليم العزمي؟ مش لكن هو نفسه. وهو يرد عليا ليه؟ ده انا بعرض قضيه بقول مجمع البحوث. لا ده علشان لا طب ليه ما رحتش حضرتك لمجمع البحوث نفسه؟ ما حضرتك هو راجل راح قدم شكاوى. لا حضرتك بصفتك انك انت راجل اعلامي وانك انت راجل من الطريقه العزميه. الموضوع ده لما نشر وصل لجهاز امن الدوله، وانا رحت جهاز امن الدوله. قالوا لي ايه الموضوع؟ قلت له الموضوع 1 2 3 4 5. قالوا الموضوع ده موضوع كبير وسيب لنا القضيه دي ما تكتبش فيها تاني، واحنا هنحل الموضوع ده بيننا وبين المجمع البحوث الاسلاميه مع التنسيق مع السفاره السعوديه، عشان مش عايزين مشاكل مع. وما كتبتش فيها تاني؟ ما كتبناش تاني، هو كان مقال واحد وعرضنا فيه الموضوع وانتهينا. لكن نفس المقال يا استاذ عبد الحليم، يعني للاسف انا لما اشوفه اقول ان فعلا المسلمين او اهل السنه بيحرفوا في القران. تحريف. العنوان انت متحفظ عليه او متحفظ عليه وكل الدنيا كلها لابد ان احنا نتحفظ لما عليه. تدخل داخل هو بيتكلم عن بعض علامات الترقيم او بعض علامات الوقف والابتداء. لو مجمع البحوث مش معناها العنوان، يعني العنوان يعني يختلف عن المضمون. يعني العنوان نفسه يدين حضرتك في ان ممكن اخد انا بعض الناس بتقرا. والله اللي انا عرفته من بعض العلماء في المتخصصين في القراءات ان موضوع العلامات الوقف وقواعد التلاوه دي ممكن تؤدي الى تغيير المعاني وانت بتقرا. طب يبقى اللي انا فهمتها منهم يعني معناها في تحريف. اللي انا فهمتها منهم يعني معناها لكن طبعا تحريف. انا مش متخصص في علم القراءات ولا التلاوات، لكن هم يعني نقدر نقول فاحنا قلنا هم يفصلوا في هذا الامر. مجمع البحوث يفصل، وده كان الطلب بتاعي في المقال. يعني ده كان التحفظ بتاع حته تحريف القران. اما عن تحريف القران عند الشيعه بقى فخلينا نقول ده كانت نجيب واحد شيعي تخليش معاه فيه. لا ده انا هقوله بس عشان الساده المشاهدين، انا مش اتفضل خد بس في عجاله عشان ندخل لموضوعنا. يعني تحريف القران عند الشيعه ده من صلب عقيده الشيعه. ليه؟ لأن الصحابة نفسهم أبا بكر وعمر وعثمان وكل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا 3 أو 4 كفروا وارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحدثوا تغيير، ده رأي الشيعة، وأحدثوا تغيير في الدين الإسلامي وغيروا في القرآن وحذفوا آيات ووضعوا آيات. طبعا الكلام ده كله أنا بتحفظ عليه زي ما ممكن حضرتك تحفظ عليه. ده كلام غير مقبول طبعا. كلام غير مقبول. تمام. طب طالما إن هو كلام غير مقبول، هل نقبل إن سفير إيران ان هو يقول كلمة في حق السيدة عائشة اللي هم بيتهموها بالزنا في كتبهم؟ اظن غير معقول ابدا ان انا اجيب سفير دولة ايران الشيعي اللي هو بيدين بدين الشيعة. علاء بيه اتفضل يا باشا. ايه حكم اللي يتهم السيدة عائشة بالزنا؟ خرج عن الملة. مش كده؟ تماما.
طيب سيادتك بقى اديني حكم في ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة جزء 4 صفحة 530 الطبعة 3 حديث رقم 1904 بيقول الألباني يجوز الزنا على زوجات الأنبياء، إيه حكمه؟ لا طلعها لي رسمي، طلعها لي رسمي. اكتب اللي انا بقوله لك. لا طلعها لي رسمك، لان مش هقدر اقول لحضرتك سلسله اديني كتاب كذا في الحته الفلانيه. اكتبها ماشي انا طلع لي حكم في الموضوع ده. تسجيل من الحلقه. سلسله الاحاديث الصحيحه للالباني جزء 4 صفحه 530 طبعه 3 حديث رقم 1904. الالباني ده وهابي. الالباني بيقول يجوز الزنا على زوجات الانبياء. وهابي يعني. ده مرجعيه الحديث عند الوهابيه والسلفيه. طب ايه هي بقى الوهابيه؟ انا عايز اعرف لغايه دلوقتي ما عرفناش مين بالنسبه لمحمد بن عبد الوهاب. مين هم الوهابيه دولت؟ هل هم اللي بينتسبوا لاسم الله الوهاب، ولا هل هم الناس اللي بينتسبوا عن للشيخ الدين؟ محمد بن عبد الوهاب. وسيادتك كان ليه اخ اسمه سليمان بن عبد الوهاب اخو الشيخ محمد مطلع كتاب اسمه الصواعق الالهيه في الرد على الوهابيه. وكان الشيخ احمد بن زين دحلان مفتي مكه في عصر محمد بن عبد الوهاب عامل كتاب الدرر السنيه في الرد على الوهابيه. ده كلام كله ما يعناش يا استاذنا. انا بديك على اسم المسمى يعني. بيقولوا ايه الناس اللي حضرتك بتسميهم وهابيه؟ بيقولوا ايه مخالف للدين الاسلامي بس، ومتحفظ عليهم ليه؟ وكمان يعني هم بهجوم ليه؟ هم مين هم وايه وضعهم؟ كويس. بيقولوا ايه بس يعني يخالف شريعه؟ بتهاجمهم ليه ما دمت انت بتقول انا سلفي؟ مش احنا كلنا سلفيه، اذا كان السلف هو الانتماء للقرون الاولى في الاسلام. لا طيب. فكلنا سلفيه. بتهاجم ليه الوهابيه او بتهاجم ليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ بنهاجمهم يا سيدي. احنا مش في موقف دفاع. بيهاجمونا وبيكفرونا. لا انا عايز استوضح يعني. وبيكفرونا. بيكفروك انت كمين بقى؟ بيكفروا الصوفيه. انت كصوفي مش حاجه ثانيه. بيكفروا الصوفيه. دي مجله التوحيد اللي بتصدرها جماعه. على اساس ايه؟ طب التكفير على اساس ايه؟ انا بقول لحضرتك اهو. ده العدد رقم 401 السنة 34. خدت بال حضرتك؟ بيقولوا فيه في صفحة 8 إن التصوف بحر من القاذورات، فلقد جمع المتصوفة كل أنواع الكفر والزندقة التي وجدت في فلسفات الهند وإيران واليونان وكل القرامطة والفرق الباطنية وكل خرافات المخرفين وكل دجل المدجلين وكل وحي الشياطين، ووضع كل ذلك في إطار التصوف وعلومه ومبادئه وكشوفه، فلا يتصور عقلك عقيدة كفرية في الأرض إلا وتجدها في التصوف، بدءا بنسبة الألوهية إلى المخلوقات وانتهاء بجعل كل موجود هو عين الله. ده كلام كاتبينه. هذا التكفير أنا هاخد حكمه من مجلتهم برضه، مجلة التوحيد. إيه حكم اللي بيكفر الناس؟ في العدد رقم 399 سنة 34 بيقولوا تكفير المسلمين من معتقد فرقة الخوارج. اللي بيكفر المسلمين ده من الخوارج. فأنا بقول له اللي أنت بتقوله عليا كصوفي ده بحكم الكلام اللي أنت قلته، أنت حكمت على نفسك إن اللي بيكفر من الخوارج. حضرتك بتجمع وتجيب من دي وتحط على دي وتعطي حكم. انا عايز اسال انتوا يعني طيب ايه الفكره يا استاذ عزت؟ اتفضل. دي واحده يعني من ينطبق عليه التكفير زي ما حضرتك قلت، انت مقتنع بهذا الكلام؟ انا بقول لك يعني كلام مهم. طب كلام حضرتك ايه؟ ان لما حد يكفر حد نقول عليه ايه؟ لا يجوز ان انت تكفر واحد نطق بالشهادتين. حتى الوهابيه؟ ولا الوهابي كافر، الوهابي مسلم. لهم دين اخر ولا هم؟ لا مسلم على ديننا. طب هو ليه حضرتك قلت عليهم الدين الوهابي؟ الشكل الفهم التدين بتاعهم. لا في فرق يا استاذ عبد الحليم، معلش. حضرتك تقول عليهم الدين الوهابي يعني معناهم انهم دين اخر غير دين المسلمين، وحضرتك قايل الكلام ده. ما هم بيكتبوا الدين الشيعي والدين السني والدين الصوفي. ده اللي بيكتب الدين الشيعي ده الازهر الشريف. لا والدين اللي الازهر الشريف اللي بيكتب الدين الصوفي. لا الازهر الشريف مش انا. كفر الازهر بقى اذا كنت تقدر. ده الازهر الشريف اللي قال الازهر محمود شلتوت ولا كفر الازهر عبد الحليم محمود ولا قال ايه الدكتور شلتوت؟ الشيخ شلتوت قال ان الاماميه الاثنى عشريه مذهب يجوز التعبد عليه. قالها فين حضرتك؟ يا سيدي بلاش. لا ادم جاله التوحيد. قالها فين؟ جاله التوحيد اللي هي بتتكلم عن حد متخصص باحث في شأن الشيعة والصوفية، دكتور عبد الله زيدان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا دكتور. حضرتك متابعنا في الحلقة ولا لسه؟ والله أنا لسه بس شايف من شوية من دقائق بسيطة يعني. طيب في عجالة اللي حضرتك سمعته ردك عليه إيه؟ وبعد كده هسأل حضرتك اللي سمعته أخيرا ده. والله أنا أولا طبعا بحب أحيي طبعا الأستاذ علاء. يا أهلا وسهلا أستاذ علاء. الأخوين الكريمين. الله يبارك فيك. والله مسألة
العزميه مصنفه عندي عند كذا ملف. نعم. في ملف مثلا التصوف زي الطرق الصوفيه وديت يعني اللي انا اعول عليها كثيرا، يعني مساله الخزعبلات والتصوف وكذا، مش يعني انا يعني اقول الحقيقه يعني ان الطريقه العزميه من اقل الطرق خزعبلات في مساله التصوف. جميل. يعني. ده الملف الاول. الملف الثاني اما في الملف الثاني مساله الشيعه اللي التعامل مع الشيعه والايران وكذا، طبعا الطريقه العزميه من اكبر واقوى الطرق الصوفيه تعاملا مع الشيعه، وهذا دليل واضح في مجلتهم والوطن والطريقه والمؤتمرات. هم الشيعة كفار يا دكتور استاذ عبد الله؟ نعم. عايز اخد منك حكم، الشيعة دول كفار ولا مسلمين؟ هو اذا كانوا الوهابيه دين اخر يبقى معلش خليها اصل انا قعدت معاه وتحاولت كتير، هو يعرفني والده على فكره من الطريقه العزميه، والد عبد الله معلش من والده من ابناء الطريقه العزميه. الشيعة كفار يا استاذ عبد الله؟ انا كانت حاجه معلش ممكن نتكلم بس حتى بس هي واضحه. انت بتهيألي الشيعة مسلمين ام كفار؟ حضرتك متاكد تماما ان في من الشيعة اللي بيسب الصحابه ويكفر الصحابه ويلعن امهات المؤمنين ويحارب السيول وتحريف القران. هل هؤلاء كفار ام مسلمين؟ طب معايا ابن ابي سفيان وبني اميه كفار ولا مسلمين؟ هؤلاء كفار. سب الامام علي على منابر 80 سنه. لا ده منين دي يا استاذ عبد الله؟ ولا ابطال عمر بن عبد العزيز يرجع لصحيح مسلم. يعني مش عايزين نسال ونجاوب بسؤال، يعني حضرتك صحيح مسلم. لا معلش، لا اصل هو لو قال لي ان دول مش مسلمين. طب ممكن تديني فرصه يتكلم بعدين حضرتك ترد؟ نعم اتفضل يا دكتور عبد الله. لا اصل هو بيقول كلام يعني دعني اكمل مداخلتي وان شاء الله اسمعك بعد كده. انت قعدت معايا يا استاذ عبد الله، ممكن حضرتك تسمعني لو سمحت؟ حضرتك على علم، لو سمحت عشان الراجل متصل. على علم كان ان هناك من الشيعة من يكفر الصحابه ومن يطعن فيهم وكذا وكذا. يعني راجل متخصص مش دكتور في ايه؟ ثاني وكذا وكذا. ده باحث في الشأن الشيعي اكتر. انا معايا بالمية 10 بقول يا ريت ما تتهكمش ولا تتكلم معاه. ده اللي بيتكلم. طب انت اديته فرصه يتكلم، انت اتكلمت. اتفضل يا دكتور عبد الله، اتفضل يا استاذ عبد الله. اتفضل يا فندم. طيب ممكن بس انهي مداخلتي دقيقتين ثلاثه حضرتك معاك 5 دقايق واتكلم كيفما شئت. انا ما اتمناه ان الطريقه العزميه في ملف الشيعه بالذات بتقول ان مش كل الشيعه مسلمين، تمام. يبقى نشوف من الشيعه اللي هم بيكفروا الصحابه، مين بيطعنوا في امهات المؤمنين، مين بيقولوا تحريف القران. هؤلاء اذا شوف موقفهم ايه انتوا، يعني طلعوا لنا موقف واضح في مجله الاسلام وطن. والله هؤلاء الشيعه اللي بيمارسوا يقولوا كذا 1 2 3 حكمهم كذا، يبداوا يهدمون من امهات المؤمنين، يعني بيطعنوا في ام المؤمنين عائشه. نعم. ابداوا يهدمون، ده واجب يعني. احنا محتفلين بمولد السيده عائشه يا استاذ عبد الله. نعم. احنا محتفلين بفضائل السيده عائشه امبارح. انا عارف. طب يبقى احنا بنأيده ازاي؟ اسمعني بس يا استاذ عبد الحليم، انا مش هطعن في نيتكم ومش هشك عن قلوبكم، وخطوه تمام ماشي. طلع لي بقى حكم في من يطعن في ام المؤمنين عائشه. صحيح. بيان واضح في المجله. صحيح. انا عايز فتوى من يطعن ام المؤمنين عائشه، وعايز فتوى من يعتقد بتحريف القران، عايز فتوى ممن يسب الصحابه، عايز فتوى من طريقه من لجنه النقوش في الطريقه العزميه. اللي انا شفته العكس تماما يا استاذ عبد الحليم. طب انا كتبت مره يا استاذ عبد الله بالفعل كتبت مجاني. طيب يعني عبد الله بتدعو للتشيع وبتدعو للصحابه، يعني كلام انكم طريقه بتدعو للتشيع، ده كلام مش مظبوط. كلام مش مظبوط. انا كتبت مره مقال في المجله، انا اللي كاتبه الوهابيه يسبون الصحابه واهل البيت، وجايب لك من كتبهم سب الوهابيه للصحابه واهل البيت. حتى ابن تيمية في كتاب منهاج السنة قال ان النبي شك في براءة عائشة، وهذا يعتبر مخالفة للقرآن، وانا جايبه لك عندي في المقال. اذا كنا هنطبق هذه القواعد هنطبقها على شيوخكم، طبق على كل اي خلاص مفيش مشكله. الشيخ عبد العليم بس عبد العليم الدكتور عبد الله زيدان الباحث تمام، لكن اعطينا من سب الصحابه من المسلمين. اسال حضرتك نفس السؤال اللي ساله لك بس علشان طيب لا ما تتوهناش بقى، خلينا ناخد نقطه نقطه كده. هو بيتكلم ان انت كنت بتحتفل بالسيده عائشه، كلام جميل جدا. موقفك من سب السيده عائشه ما طلعتوش ليه حكم شرعي يقول من سبها؟ انا بحتفل ببرئها وبقول ان لها فضائل. الجانب الاخر بقى ولا يجوز سبها. لا يجوز. من سبها حكمه ايه عندك انت كعزميه؟ انا همشي على حكم شمس الدين الذهبي في الكبائر، قال ان سب الصحابه كبيره من الكبائر.
كبيرة من الكبائر. انا اللي انا شايفه كده، ولا يخرج من الاسلام. طيب طبيعة العلاقة طبيعة العلاقة بين العزمية وبين السفير. ابن تيمية لا ابن تيمية بريء. يا استاذ انت جايب كلام بلا سند يعني. لكن فين سند؟ هات لي الكتاب والصحة. لكن انا دلوقتي انا عايز اقول لك طبيعة علاقتكم ايه بالسفير الايراني؟ عايزك تكون مذيع منحاز. لا مش منحاز، محايد للقضية عشان نعرف نشتغل. بص خلينا المحايد. لا عايز حضرتك تقول لي طبيعة العلاقة بين العزمية والسفير الإيراني. طب انت راجل بتحتفل عرفت منين ان هيشكر في السيدة عائشة ولا ده مدخل؟ لا هو بعته لك كده ولا ده مدخل للدخول على الشعب؟ انت معاك كلمة تانية له يعني يا سيد الفاضل؟ بعته لك كده يعني سمع ان في مؤتمر قال لكم خدوا بعينه زي كل السفراء، وانا هقعد اعيد الكلام تاني. دعيته ليه؟ ما انت مش كل سنة بتدعيه. دعيت 56 دولة وكل سنة بتدعي 56 دولة؟ لا انا مش كل سنة بحتفل بالاحتفال في التوقيت ده في التوقيت ده بالذات ده ما يديش للمشاهد ويدينا كلنا ايحاء بان انتوا عاملين المؤتمر ده عشان تعدوا علينا المساله كده، خدوا ده الناس الايرانيين والناس اللي بتقولوا عليهم شيعة دول بيتكلموا كويس، في حين انه لم يذكر السيده عائشه بما يليق فيها حتى في الكلمه اللي حضرتك قلتها دي. لا يستطيع الكلمه قريتها بسرعه. لا يستطيع ابدا، يعني مش سبها ولا حاجه ولا سبها، ولكن لم يقل ما يليق بالسيده عائشه. ليه؟ لم يثني عليها الثناء اللي احنا نعرفه. لا حول الله يا رب. ايوه احنا جايبينه علشان يثني على السيدة عائشة. انت جايبه يحتفل بالسيدة عائشة. اخطأ في آية من كتاب الله. لا بص يا سيدي، هو بيقول ايه؟ وهذا يلزمنا ان نحترم جميل الاحترام كل من كان رسول الله يحترمه، ولذلك اؤكد ان جميع علماء الشيعة الكبار وفقهاء العظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية قاموا بالتبري عما يسيء ويتقول البعض، واستنكروا مرارا وجهارا كل الأقوال المشبوهة والعداوة المشينة حول الصحابة أو أمهات المؤمنين. فين السيدة عائشة؟ يا السيدة عائشة دي أم مين؟ لا حول الله. أنت بتحتفل بالسيدة عائشة ولا ما يذكرش اسمها مرة؟ يا سيدنا هي داخلة في أمهات المؤمنين. لا يذكر. أنت بتحتفل عامل مهرجان ومؤتمر بتحتفل بالسيدة، ما تقالش اسمها مرة؟ لا حول الله يا رب. لا يذكر في كلمة من 4 ورقات. لم تجد يا استاذ عبد الحليم. لم تجد. ما انا ارد بسرعة. ما يذكرش اسمها مرة. ده هو جاي مخصوص علشان يثني على السيدة عائشة. ما يقولش اسمها مرة. لكن هي القضية لما يجي يثني على امهات المؤمنين، انا اللي انا بفهمه كده، يمكن اكون بفهم غلط، ان السيدة عائشة داخلة فيهم يعني. لا كلنا فاهمين صح. وجهة نظرنا انها داخلة فيهم، لكن وجهة نظرهم هم ايه؟ هي تصنيفها عندهم ايه؟ من آل البيت ولا من امهات المؤمنين؟ السؤال ده بقى تروح تسأله. طب انا اسأله بالكلمة دي يا فندم. انا بعدين حضرتك هتسيب الكلمة عشان فيها حاجة عايزها. خدها الكلمة. انت جايبه يحتفل بالسيدة عائشة، ما قالش اسمها مرة، لم يثني عليها مرة. انت جايبه علشان يمرر امهات المؤمنين وخلاص. لهم معتقد في امهات المؤمنين ولنا معتقد في امهات المؤمنين. اتفضل. انا فاهم ان السيدة عائشة من امهات المؤمنين. لا بالنسبة واحنا كلنا فاهمين، لكن هم مش فاهمين ده. لا اقول لحضرتك اللي جايبه. طيب اقول لحضرتك انا ده 6 انت عايزك تركز بقى معايا. 56 مش هقعد اعد لك كل شويه. مين من ال 56 بعت لك كلمه؟ مفيش حد اعتذر. مفيش حد اعتذر غير سفير السعوديه. انا قلت لك الكلام ده. مين بعت لك كلمه؟ ده انت عارف حضرتك سفير ماليزيا. اذا هذا المؤتمر موجه. انا كمشاهد موجه. لا انت كده بتحكم على النوادي. لا انا خلاص بلاش نحكم على انا موجه. انا شايف مفيش يا باشا. لا عن 56 ولا واحد يبعت كلمه غير السفير الايراني. الحوار هيبقى بيني وبينك. لا اتفضل مع الاستاذ. لا انت مش قادر تخرج من فكرك المسبق بكل لا يا استاذ ان انت واخد موقف عدائي مني. لا مش واخد موقف عدائي. احنا قلنا وكنت اتمنى ان اجد ثناء على السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. معلش هو قال امهات المؤمنين. انا بفهم ان السيدة عائشة اقول لحضرتك بقى، انا افسرها لحضرتك عند الدين الشيعي، واصر على انه الدين الشيعي علشان خاطر الازهر وقال الدين الشيعي مش انا ولا الاستاذ عبد الحليم. عند الدين الشيعي بيقولوا ان علي بن ابي طالب طلق السيدة عائشة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني السيدة عائشة طلقت من الرسول بعد وفاته. ليس من أمهات المؤمنين. ليست من أمهات المؤمنين. تمام. وإذا كان هيثني عليها السفير الإيراني يروح يسأل الشيعة ويسأل. ماشي. ده أنا بقول لك اللي جايب كلمة لحضرتك. ده أنا بقول لك أنت اللي عشان جبت الكلمة يبقى أنا متبني الفكرة. لا سيبك من إنك جبتها هنا، ما قلتش منها أجزاء في مؤتمرك الصحفي. قالت منها أجزاء والقيت. أنا ليا برامج في التلفزيون بقدمها وراجل إعلامي زميل ليك يعني. فأنا عايزك أنا بفهم في الإعلام يعني.
مش راجل يا استاذي ما هو انت معلش. انا في فانت بتعمله ده لا استاذي ليس مهنيه ولا حياد. لما وانا اذا استمريت بالحاله دي انا هنسحب. يا لا ما تنسحبش ولا حاجه، لكن انا بتكلم مش كاعلام، مفيش كلام يخص عقيدتي بقى. هنا في عقيده وفي عقيدتي دين. عقيدتي وانا سني ومذهبي مالكي. لكن التقريب بقى ما بين هؤلاء القوم اللي بيسبون امهات المؤمنين واللي بيقولوا على ابا بكر وعمر انهما الجبت والطاغوت، نقبلهم يا شيخ عبد الحليم؟ لا غير مقبولين. نقبلهم. وسعادتك هو ده اللي احنا بنقول بص يا لحضرتك سيدي، عليه. ده مقال انا اللي كاتبه اسمه الحجج الدامغه في الرد على شبهات واباطيل الشيعه والرافضه في حق ابي بكر الصديق، في حق خلافه ابي بكر الصديق المؤكده. انا عبد الحليم العزمي اللي كاتب هذا سنة المقال. كام؟ وكاتب سنه كام يا فندم؟ سنه 2000 قبل الميلاد. لا ما انا عايز اسال هنا في 10 كام؟ هو ما فيش مشكله يا يعني عم حضرتك اللي واخد انت الموضوع. اسال اسئله قول سنة كام؟ اللي كلها تقدير. في 10 شبهات. طب ناخد بعض الاتصالات. مين معنا؟ 10 شبهات يا استاذ عبد الله. علاء. استاذه عائشه السلام عليكم. ردينا عليه. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بيك يا أقدر فندم. أشترك مع حضرتك؟ اتفضلي يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقدر أشترك مع حضرتك؟ اتفضلي يا فندم، حضرتك على الهواء. أنا لسه الحقيقة من شوية فاتحة، بس أحب أضيف في نقط. أقول اتفضل. للأستاذ الضيف، أنا مش عارفاه، مش الأستاذ علاء، الأستاذ الثاني. أساسا إنه الشيعة دول مجوس عباد نار، واللي مكونهم عبد الله بن سبأ، فدي ما فيش فيها جدال، يعني هم أصلا عباد نار. المؤتمر اللي اتعمل ده نوع من التقية، يعني هم عشان يمرروا امهات المؤمنين. انا ما شفتش المؤتمر. وانت شقيت على قلوب الناس يا استاذه؟ ده نوع من التقية. هل شققت على قلوب العباد يا استاذه؟ نعم. هل شققت على قلوب العباد؟ ده كلامهم. لا انا بسال سيادتك ازاي عرفت ان المؤتمر ده معمول تقيه؟ عائشه بالزنا ازاي هيذكروها بخير؟ ما ذكروهاش نصا. اللي يذكر السيده عائشه بالزنا يبقى ارتكب كبيره من الكبائر، يعني ما خرجش عن الدين. ما خرجش عن الدين. وهذا تكذيب للقران، والذي يكذب القران يعتبر كافر. كده صار. لا هو احنا نضحك على بعض. ازاي هم بيعملوا بالقران؟ هم روحي كلميهم. انا مسلم سني ولست شيعي وتقية. وشوف انت ما بتشوفش سوريا والبحرين واللي بيحصل فيهم، كل ده نوع من التقية. برضه ما دخلناش في سوريا والبحرين، مش عايز نخش في مشاكل سياسية. رسالتك وصلت استاذه عائشه. طيب انت شايف المؤتمر ده ازاي؟ هناخد استاذ علاء بس بعد الاستاذ طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. نحيي حضرتك والأخوة الضيوف ربنا يكرمك يا فندم. أستاذ عبد الحليم وأستاذ علاء. يعني حضرتك احنا كنا نتمنى أن يكون البرنامج ده في مدح وتأييد الرئيس محمد مرسي على خطواته الطيبة في التوحيد بين المسلمين. فأنا أعجب لماذا التيار السلفي يهاجم الرئيس محمد مرسي حينما يريد أن يوحد بين المسلمين في هذه الأيام العصيبة الصعبة. فلماذا بدل من أن نخصص هذا الوقت الثمين الطيب في تأييد مين المسلمين من وجهة نظر حضرتك يا أستاذ؟ الأخطاء التي دعمها وقام بها النظام الفاسد السابق. كنا نتمنى أن يكون هناك توجه جديد، كما تزور إسرائيل مصر، وكما تزور أمريكا مصر، والعلمانية والوهابية والصهيونية ومثل هذه التيارات. كنا نتمنى عليكم وأنتم تتكلفون هذه الأموال الطائلة في هذه البرامج تأييد مثل هذه الأفكار الطيبة من أجل الخزينة الخاوية في مصر. الخزينة الخاوية في مصر. والمصري سيدي الفاضل، المصري ليس ضعيف، ليس مستكين حتى يتأثر بفكر شيعة أو غيره. الأزهر الشريف هو الذي في هذا العالم الإسلامي يحفظ النظام أهل السنة والجماعة. ما قولك حضرتك بتصنف المسلمين؟ الأزهر بيتكلم. اتفضل يا أستاذ. الأزهر بيقول دين الشيعة، أنت موافق مع الأزهر حضرتك؟ الأزهر بيقول إيه حضرتك؟ بيقول الدين الشيعة. الدين الشيعة. لا هو الإنسان موافق على كلام الأزهر حضرتك ولا لا؟ أنا أولا من علماء الأزهر الشريف. طيب ده كلام الأزهر موافق عليه حضرتك ولا لا؟ حينما يأتي التوصيف. بس واحدة موافق على إن دين الشيعة ولا لا؟ لا يسمى بدين شيعة. يا عم مش انا اللي بقوله يا استاذ احمد، ده الازهر اللي بيقول. إذا ذكرت المقارنة بين الدكتور محمد عمار. لا ده جامعة الازهر، ده الازهر محمد عمار الشيخة الازهر اللي عامله المقدمة الدكتور محمد عمار، لكن هو لفت الازهر في الفترة الأخيرة ليه توجهات معروفة. قول للازهر يا استاذ احمد ما تسميهوش دين الشيعة.
الازهر نفسه بيسميه دين الشيعه. في فرصه يعني حضرتك شلتوت وأنتم هرجع لها، هجيبها لحضرتك، ومجله التوحيد على فكره هجيبها لحضرتك. لا انا مش ده، هو مجله التوحيد احسن من الازهر. اشكرك يا استاذ. حجه يعني هو الرجل يتحدث في ان احنا ناخد استاذ يحيى. استاذ السلام عليكم. استاذ يحيى. استاذ يحيى السلام عليكم. طيب نشكرك يا استاذ يحيى، حاول مره ثانيه. بس في نقطه بالنسبه اتفضل. للقطه بتتكلم على، بتقول ان هم بيبيحوا زواج المتعه والشيعه يعني مش موجود عندهم؟ لا عندهم. في سلسله اللي هو ايه زواج المتعه يا استاذ عبد الحليم عشان الناس تعرفه يعني. ما تتزكاش عليا بس يا استاذ. لا اللي هو ايه مش ما تتزكاش، لا بس اللي هو ايه علشان لا هو عارفه. لا مش انا اعرفه. في كتب اسمها شبهات. استاذ عبد الحليم استاذ عبد الحليم هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا. مش انا فاهم، في ناس بتسمع. حضرتك بتتكلم اسلوب حوارك لما حتى بتخاطب الاخرين في يعني بتبص بشيء معين كده وما تتزكاش عليا. معلش لا يعني ايه زواج متعه؟ اعلم ان الاستاذ علاء ضليع. ما هو عايز المشاهدين يعرفوا. انا عارف. فهو عايز المشاهدين يعرفوا، هو يوضح للمشاهدين. لا ده احنا بنكلم مشاهد لكن هو عارف. لا يا استاذ عبد الحليم، انا لو هو سالني انت رايكم ايه كطريقه عزميه في زواج المتعه اقول له، لان دي اكيد هو ما يعرفهاش. ماشي. لكن طب رايك ايه في زواج المتعه؟ انا هقول لك، انا رايي الامام محمد مضى العزائم في كتابه اسرار القران كتفسير للامام الجزء الخامس صفحة 4 في تفسير قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ماذا قال؟ قال ما ورد من أن هذه الآية نزلت في المتعة بالنساء كما بينه ابن عباس وسعيد بن جبير وأنها لم تنسخ فهو مذهب ورأي خاص، والذي عليه الإجماع أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم المتعة بعد أن أباحها لضرورة قد يباح فيها للمسلم أن يأكل لحم الميتة وقد رفعت الضرورة والحمد لله. والذي أستحسنه بعد ما علمت ما ورد عن جملة الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن الخطاب وأمثاله أنها محرمة. طيب. حتى قال عمر لو جاءني رجل مستمتع بالنساء لرجمته. يبقى في وجهة نظركم انها حرام. طيب ده بيخالف. اصل اللي بيخالف ايه؟ بس ده بيخالف حضرتك ما ذكر في مجلتك برضو، مجلة الإسلام وطن، لما أفردنا عدد وفيه موضوع عن زواج المتعة لراجية عبد المنعم العرياني. بس بعد الأستاذة هالة. السلام عليكم. كانت بتعرض آراء بيه. أستاذة هالة السلام عليكم. ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. ايوه استاذ عزت. حضرتك استاذ عزت؟ ايوه يا فندم اتفضلي. يا استاذ عزت والله انا بقول لحضرتك يعني مش وقت الكلام ده، يعني انتوا بتتهموا الصوفيه بالكفر، ده كلام. لا ما حدش اتهم. مين اللي اتهم يا استاذ؟ مجلة التوحيد. لا ماليش دعوه. هو الاستاذ اللي اتهم نفسه من خلال مجله هو جايبها، ما حدش سجلها. مجلة التوحيد صاحبها مش موجود نتكلم مع صاحبها، لكن انا عن نفسي وزي ما بينت لحضرتك. معلش نخليها تكمل. اتفضلي. عايزين تتكلموا في الشيعه اتكلموا زي ما انتوا عاوزين، انما اهل التصوف لا حرام. على عيننا وعلى راسنا اهل التصوف احبائنا واخواننا. طيب حضرتك يا استاذه هاله بتوافقي على ان اهل التصوف استاذ عبد الحليم يعمل مؤتمر ويدعو فيه السفير الايراني لالقاء كلمه؟ كلامك مش مظبوط، ده 56 دوله انا منهم السفير يعني يمكن يكون سوء تصرف او سوء اداره في الموقف، انما انا بتكلم على لب الموضوع. ما حدش يتهم اهل التصوف حرام. لا ما حدش يتهمهم خالص. هو الراجل اللي جايب كتاب بيقول ما حدش يتهم. ده انا والاستاذ عبد الحليم بره مسلمين على بعض واخدين بعض بالحضن. من فضلك احنا بيننا وبين اهل السلفيه ولا حاجه الا الموضوع ده، ان هم بيتهمونا وبيتهمونا بعبثه القبور وصابرين وساكتين ومش بنتكلم، انما انتوا تتكلموا اكتر من كده وده وقته. احنا عايزين نجمع استاذه هاله لو احنا كقناه لو احنا كقناه او كبرنامج عايزين المساله زي ما حضرتك متصوره ما كانش يبقى ضيفنا الاستاذ علاء اللي هو فكره تقاربي، كان ضيفنا يبقى حد سلفي من السلفيين التقال جدا ويستطيع ان يبقى كانت هتبقى المساله بخلاف ما انت شايفه خالص دلوقتي زي ما احنا بنعرض، لكن احنا بنعرض الراي والراي الاخر. ضيفنا الاستاذ علاء رجل هو صديق للاستاذ عبد الحليم، مش بيتكلم في كفر ولا في غيره، لكن الكلام في الكفر هو كتاب جايبه الاستاذ عبد الحليم بنفسه او مجله التوحيد بيتكلم فيها ان انتم بتتهمونا بكذا ولكن لم نتهمه، ويسال عنها كاتبها او رئيس تحريرها. اتفضل يا استاذنا رد على جزئيه جزئيه نكاح المتعه كما ذكر. المقاله اللي موجوده في نفس العدد اللي هو عدد 259 في مارس 2008. نعم.
اعتقد ان الكاتبه قالت ان سفاح المتعه ده هو الحل الوحيد لمواجهه الانحراف الجنسي عند الشباب. طب ازاي احنا في مجله من خلال مقال مكتوب عند حضرتك؟ طب ازاي حضرتك بتقول الكلام ده، وازاي فيه في المجله نفسها بينزل ترويج لزواج المتعه؟ لا هي بتتكلم يعني على بص لا المقال يا خليك بس معايا واحده. انت امرك. انا والكلام ده هتلاقي عبد الله الزين عامله في المدونه ماشي بتاعته. كلنا بناخد ان هم طلعوا تبع مع مجله الاسلام وطن كتيبات عن الشيعه بيمدحوا فيها التشيع، كان عنوانها شبهات حول الشيعه، كانوا ست اجزاء. كويس. الحقيقه انا مشكلتي مع الاخوه اللي بيعترضوا ان هم دايما يقراوا العنوان ولا يقراوا الموضوع. دي مشكله. شبهات حول الشيعة دي احنا وجدنا انه المسلم السني فيه كثير من الناس لم يقرأوا للشيعة ولا يعرفوا عنهم شيء، ووجدنا كثير من الشيعة لم يقرأوا للسنة. هل تعلم حضرتك ان في قطاع كبير من الشيعة بيقول ان احنا كسنة بنلعن الامام علي واهل البيت؟ والكلام ده مش مظبوط. فاحنا قلنا نحل المشكلة دي ازاي؟ احنا هنجيب القضايا اللي فيها خلاف لانهم 24 قضية. فبنجيب ازاي؟ بنجيب الاول رأي قضايا عقائدية ولا فقهية؟ كل القضايا اللي فيها خلاف، يعني بما فيها من اول الامامة والخلافة الى سب السيدة عائشة، فيها تحريف القرآن، فيها سب الصحابة، كل الكلام ده كله جبناهم ال 24 قضية. الشيعة بيقولوا 1 2 3 4 5 6، السنة بيرد عليهم بيقولوا 1 2 3 4 5 6. احنا رأينا خدت بال حضرتك؟ هل مين فيهم اللي على صواب؟ هل الاثنين يمكن الجمع بينهم لتوحيد الكلمة ولا لا؟ يعني هل احنا مخالفين الرأيين ولا لا؟ يعني هل يمكن الجمع ما بين القول بتحريف القرآن؟ يعني ما كانتش قضية بعينها، يعني مثلا يعني بعض الاتصالات. طيب يعني مثلا قضية الإمام معانا مين؟ أبو يوسف. السلام عليكم. أبو يوسف السلام عليكم. أبو يوسف السلام عليكم. واضح ان الاتصال انقطع. اتفضل يا فندم. الو ابو يوسف السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. الو سامعني؟ اهلا حضرتك على الهواء. اتفضل يا فندم. معاك عبد المنعم كمان. استاذ عبد المنعم اهلا بيك. اتفضل. اهلا بحضرتك. انا ليا تعليق على الشيعه، واول نقطه انا مش خايف من الشيعه خالص، بس انا ليا تعليق عليهم، عاوز اسالهم عده اسئله كده. بس انا في الاول هو احنا مش معانا حد شيعي برضه علشان يبقى الكلام واضح. عاوز بقى هطرح اسئله وما يرد عليا عشان استاذ عبد الحليم. نعم يمكن يجاوب. انت راجل مسلم. هو بيقول لك هطرح قد ايه؟ جيب لك واحد شيعي. انت جبت السخيف؟ خطفها منين؟ انت مالك بقى؟ ما تلاقي الملك الملك يا اخي، وعملت وسبت ربنا خالق الكون كله والنبي ومسكت في الصحابه. انت مالك يا عم؟ طالما انت اشهدت ان هو ربنا موجود اهو والنبي سيدنا محمد، انت دخلت في سفاسف الامور وشغلت نفسكم بحاجات. هو ده الحد بعينه والله. انا مش بشتم حد، انا عايزه يقنعني. انت راجل بتقول ان النبي هو فعلا النبي، بس كده بتدعي ان ربنا ما بيفهمش لما تقول خطفها من سيدنا علي. انت كده بتدعي على الله. لا يعني احنا خلي برضه حوارنا، حتى وانت بتشبه اقوالهم خلي حوارك وانت بتتكلم، يعني اعتقد ان هو محتاج ضبط اكتر من كده، لانك انت بتتكلم عن الذات الالهيه. لما تيجي تتكلم عن الذات الالهيه وعن ربنا سبحانه وتعالى، حتى لما تعيد كلام حد قاله تقوله بطريقه افضل من كده. بشكرك على مداخلتك. معنا مين؟ محمد. اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيك يا فندم. تحياتي لضيوفك الكرام والله. ربنا يخليك يا فندم. اتفضل. انا بس عاوز اضيف لحضرتك حاجه. اللي بنى الازهر واقام الازهر في مصر الدوله الفاطميه. نعم. هي زورا وبهتانا، لان الدوله العبيديه. لا الشيعة الاسماعيليه. انا عاوز اوصل لحضرتك يعني نخلينا محددين الالفاظ. يعني قال لحضرتك ان الاسلام السني في مصر لا خوف عليه. يعني عايز يوصل معلومه ان الشيعه هم اللي بنوا الازهر اصلا، لكن ما قدروش يسيطروا على مصر. لا نقدر ندخل فيها دي. انا عايز اوصل ان الاسلام السني في مصر نعم. اقوى من اي تيار كفكر سني. نعم. انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. معايا يا ريس؟ مع حضرتك. اتفضل. ايوه انا هقول لحضرتك حاجه. حكايه الخوف من التيار الشيعي ان يعني مع احترامي للجميع ان حكام آل سعود بيخلقوا فزاعه
علشان يحافظوا على كراسيهم. هو حضرتك شايف آل سعود موجودين في وسطنا؟ ما احنا مش موجود معانا آل سعود. السلفي دلوقتي احنا بنتكلم، انا شايف بشكل سلفي عشان يحافظوا على كراسيهم يقوموا هو الكلام برضه حضرتك واضح انك لك توجه معين، لكن هسأل حضرتك سؤال. اقسم بالله ما ليا توجه. انا عاوز اقول لا خوف ابدا من اي علاقات، برضه بحذر، لا خوف. طيب هسأل حضرتك سؤال، انت بتخاف على ابنك ولا ما بتخافش على ابنك؟ اخاف على ابنه وخايف على دينه وخايف على سؤال ابنك بس. لما تقعده يعني شتان الفارق، لكن هشبه لك لما تقعده مع حد بيخطئ او حد بيعمل جرائم او حد بيفسد اخلاقه، تقول له اخاف على ابني انا مربيه كويس، ولا تحميه وتحاول تحيط بيه؟ المسألة ترد عليها بايه؟ انا اربيه كويس وعين عليه واخاف عليه من اي طيار غريب، ولازم يكون بحذر. ولكن العلاقات شيء والعقيدة الدينية شيء تاني، احنا نفسنا نحميها بدمائنا وبروحنا. طيب ايه اللي حضرتك عملته عشان حماية العقيدة لما يكون الشيعة موجودين في مصر يا استاذ؟ انا ما اقطعش علاقتي. انا ما اقطعش علاقتي مع دول. احنا قلنا نقطع علاقات يا استاذنا. هو قصده يقول لك ان الخوف منهم ده علامة ضعف عندنا احنا. يعني عايز يوصل احنا اقوى من ان احنا نخاف منهم يعني. الغرض من اثارة موضوع زي ده في وقت زي ده، انا شايف ان هو اخذ اكتر من حجمه. ما هو احنا مش احنا اللي اثرنا، ده الاستاذ عبد الحليم اللي عمل مؤتمر، هم اللي عملوا المؤتمر، السفير الايراني زي ما هم بيقولوا. احنا لا ننجر وراهم. باقي 87 محدش بعد كلمه اللي قالهم الشيخ علاء. هم اخطاوا ولا ننجر ولا خوف على الدين السني في مصر، وبقولها لا خوف على الدين. انا بايدك ان شاء الله. انا بايدك اطلاقا اقوى من اي شيء، وهم حاولوا بكل طريقه وفشلوا، ولكن احنا مع العلاقات المحترمه المتوازنه. يا جماعه مصر في احتياج لاي علاقه. انت حضرتك هتستفيد ايه من ايران يا استاذ؟ انا هستفاد ايه من الدول الخليجيه بالكامل والدول السنيه هتستفاد ايه من ايران؟ ما احنا حضرتك هنستفيد ايه من ايران؟ انا كعلاقه وليه اقطع؟ وانا هستفاد ليه لما اقطع علاقتي بيها؟ واحنا قطعنا علاقتنا بيها؟ ده في قائم بالاعمال الايراني في مصر وقائم بالاعمال المصري في ايران، فين العلاقات المقطوعه؟ اشكرك يا استاذنا. ناخد ام عبد الرحمن. السلام عليكم. ام عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا ام عبد الرحمن. وانا كنت بكلم حضرتك على حضرتك كنت قلت اتصلت بالاستاذ منتصر الزيات وما ردش على حضرتك. وعلى فكرة هو كان جه عندكم في البرنامج اللي هو في الصندوق، وهو قال ان باسم يوسف طلبوا مني الاستشارة القانونية. نعم. وانا يعني هو اصلا كده كان معروف ان هو هيبقى مع باسم يوسف. هو معاه لقاء تلفزيوني على الBBC العربية، وإن شاء الله هيعمل لنا مداخلة سواء كان في البرنامج ده قبل ما ينتهي أو مع دكتور عاطف عبد الرشيد في برنامجه الرئيسي للقناة وهو في الميزان، يوضح لنا الأمر. لكن احنا مش بنقول كده بنتهم الأستاذ منتصر لا سمح الله. أم عصام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عزت مرحبا بكم بالضيوف. الموضوع الشيعة طبعا ده موضوع متأصل ومخوف الناس كلها. احنا عايزين نتكلم بصراحة وبوضوح ان اصلا في موجودين شيعة بينا وبيحاولوا من الموضوع ده من زمان، وفي الصعيد بالذات منطقة الصعيد احنا اتلهينا عنها من عمر، وفي موجود هناك حسينيات، وفي موجود مناطق حتى عندنا في الغربية في منطقة اسمها الرفدية، واحنا بلغنا عن الموضوع ده. احنا عاوزين يعني زي ما قالوا الاخوه ان احنا دلوقتي في حاله ان احنا لازم غصب عننا او برضانا هتتفتح الاجواء، وخصوصا بعد وجود التجمع السوري ودخول السوريين بطريقه بشعه وبطريقه غير منضبطه. فطبعا الجهات كلها بتتكاتف عشان نقف المد الشيعي. فانا عندي يعني الحمد لله رب العالمين عندي قناعه بالله سبحانه وتعالى فان الشيعه عارفين ومتاكدين ان احنا يوم ما يبقى في شيعه في مصر هنكون بسناننا قبل ما القيادات تتكلم هيكونوا متقطعين ومتاكلين. فانا يعني مش عارفه الناس فعلا قضيه مثاره في وقت ما ينفعش في الكلام في الموضوع ده. نعد انفسنا ونعد قاداتنا في المساجد ونعد شبابنا ونروح نحيي نفسنا والحصيات اللي مننا تتاكل قبل ما تتفتح وتكبر. السلام عليكم ورحمه الله. اشكرك يا ام عصام شكرا جزيلا. استاذ عبد الحليم يقول عليك وهابيه يا ام عصام. يعني انا هسال سؤال، يعني لماذا المؤتمر في هذا التوقيت يا استاذنا؟ قلت هنحتفل بالسيده عائشه والاستاذ قال لك ودعته كل السفراء وكل الناس، محدش جه، مفيش جه غير كلمه للسفير الايراني. هحصل على فاصل قصير ثم نعاود مع ضيفينا الكريمين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا مرة أخرى في الديوان. معنا الأستاذ عبد الحليم العزمي رئيس تحرير مجلة الإسلام وطن، والأستاذ علاء السعيد أمين عام ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. أهلا بكم. يا أهلا وسهلا. عايز ألم الموضوع، احنا عندنا وقت قليل، لكن انتوا عملتوا المؤتمر شايف ان هو لم يؤدي الدور اللي انت عملته من أجله، وهو الثناء والمدح في حق السيدة عائشة؟ لا، أنا بعتبر المؤتمر نجاح كبير جدا. إن أنا عملت المؤتمر واتكلمت عن فضائل السيدة عائشة، والإعلام غطى هذا الموضوع، وكان موجود الإخوة اللي وقفوا خارج قاعة الاحتفال. عمل زخم إعلامي كبير جدا، والنتيجة ان اللي احنا بنقوله دلوقتي ان احنا بنناقش هذه القضية. وانا امبارح كنت في قناة العربية وقنوات اخرى طلع فيها اخرين، فالموضوع سمع وبين للناس ان في ناس احتفلت بفضائل السيدة عائشة. فانا وصلت رسالتي على اعلى مستوى. رسالتك وصلت، لكن كان في بعض الاحتجاجات. تعالوا نشوف بعض الاحتجاجات امام المؤتمر في السيدة عائشة ونرجع للاستاذ علاء. كان جانب من الاحتجاجات امام المؤتمر في السيدة عائشة. معايا مداخلة مهمة من الشيخ احمد الطاهر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك يا فندم. رؤية حضرتك للمؤتمر، وهل يعد هذا المؤتمر تقية زي ما قال البعض للشيعة للدخول، او رمزية للشيعة، او اي وسيلة من وسائل دخول مد شيعي لمصر؟ شوف يا اخي الكريم، دخول الشيعة الى مصر لا يساويه ولا يضاهيه في التاريخ الا دخول التتار الى مصر. يدخلون تحت اي طريق وتحت اي راية، المهم ان هم يدخلوا الى مصر. ومعروف ان الشيعة لا يسيحون في الارض الا لنشر مذهبهم هم. لكن الحقيقة انا كان اتصالي بخصوص الفرية التي افتراها ضيفك على الشيخ الألباني عليه رحمة الله. جزاك الله خير. تمام. ان هو بيقول ان الشيخ الألباني يقول بمسألة وقوع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا. لا، قلنا يقول الزنا على زوجات الأنبياء. أنا أمامي الآن يا مولانا أعيد لك الكلام اللي أنا قلته عشان ما تغلطش بدون دليل. يعني احنا قلنا في سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني جزء 4 صفحة 530 الطبعة 3 حديث رقم 1904 يقول يجوز الزنا على زوجات الأنبياء. رجع الكلام ده، شوفوا موجود ولا لا؟ الألباني لم يقل الكلام الآن، إنما هو رد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله على الداودي في هذه المسألة، بدليل أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله بعدها قال الآتي. تمام. قال وهو سبحانه لا يقدر على زوجة نبي من الأنبياء ذلك، حاشا وكلا. ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء زوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم. الكلام اللي كان منقول ده كان كلام الحافظ ابن حجر تعقيب على كلام الداودي وهو يتعقبه، يعني ليس من كلام الشيخ الألباني. نعم. فإذا اتهم أحد بالخبث وإذا اتهم أحد بالخطأ فهو الحافظ نفسه والقاضي عياض نفسه وليس الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هو ينقل كلاما عنهم ثم بعد ذلك يفرد هذا الكلام. المسألة كلها ابتسام واقتطاع نص لسياقه، فهي هذا شيء من علامها. نعم. يحاول انت تكمل ايه اللي بعدين؟ السياق من المقيدات، سياق الكلام دائما هو من المقيدات. نعم. واللي حصل ان هذا اقتطاع كلام من سياقه، وان هو اخذ نص بس، لكن ده الكلام الشيخ افرد له امال، يعني 26 27 28 29 30 31 32 33 34 لحد صفحة 35. شايفه يجتهد في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويجتهد في تبرئة نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ويحكي قصة شخصية وقعت لبعض إخوانه، فهو الذي دعاه إلى الرد بهذه الطريقة وإيراد الحديث بهذه الكيفية. يعني أنا بس حبيت إن أنا أرد عن هذه الجزئية. جزاك الله خير. طبعا ده الموجود الذي يرد ليس أمامه الكتاب حتى يرد منه. كان رد مهم جدا. بارك الله فيك. بشكرك شكر جزيلا شيخ احمد طاهر، شكرا جزيلا على هذا الرد. ده طبعا بنوضح الصورة مرة ثانية للسادة المشاهدين. هذا الكلام لم ينسب إلى الشيخ الألباني، ولكن لا، ممكن تكون في طبعات مختلفة، يعني لازم يكون في لا طبعات انت هو موجود الكلام، هو الشيخ بيرد عليه على قدام الكتاب وبيرد عليه. حضرتك انتوا رايحين بقى
امام هذا المكان، بلاش انت ما رحتش لكن كنت تؤيد من ذهب بعض لا انا اللي مرتب كمان الذهاب يعني. انت من رتبت نعم الذهاب. نعم رتبت الذهاب ده الراجل ده بعد كده بعد الحلقه. لا ده حبيبي الشيخ عبد الحليم. رتبت الذهاب ده ليه؟ اولا نحن نرفض اي علاقات مع الكيان الصفوي، تمام، ونرفض ان هم يدلسوا علينا ويضحكوا علينا بان احنا بنعمل احتفال بالسيده عائشه، مش الطريقه العزميه، نقصد الشيعه. نعم. وطبعا مش هندخل في النوايا وهنقول ان كان فيه سوء نيه عند الاخوه في الطريقه العزميه انهم يجيبوا لنا مجتبى امان عشان يقول وعشان يعرف الشعب المصري ان احنا بنترضى على الصحابه، وهو طبعا في الكلمه لم يذكر اي فضيله واحده من فضائل السيده عائشه ولا اسمها حتى، ولم يذكرها لا من بعيد ولا من قريب. وقال امهات المؤمنين اللي هم بيعتبروا ان السيده عائشه ليست من امهات المؤمنين بناء على ان علي بن ابي طالب طلقها بموافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت الرسول، ده مثبت في كتبهم. اضف الى ذلك ان الامر بالنسبه للاخوه في الطريقه العزميه اذا كانوا لا يفرقون ما بين من يقول بتحريف القرآن من الشيعة سواء كان معتدل أو غير معتدل، فالشيعة كلهم بيقولون بتحريف القرآن، ولن تجد أي كتاب لأي واحد من علمائهم إلا إذا قال بتحريف القرآن. لن تجد أي مرجع من مراجعهم إلا إذا سب الصحابة. لن يكون مؤمنا ولن يكون مسلما حسب معتقده إلا إذا ذكر دعاء صنمي قريش ونعت أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما بالجبت والطاغوت، ودعا على ابنتيهما السيدة عائشة والسيدة حفصة. اما موضوع مش على اطلاق لا 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 على كل الشيعة، وما عندناش اي شيعة معتدلين غير الزيدية. واحدة بس حضرتك، غير الزيدية، والزيدية اصلا لم تعد موجودة لان تحولوا الى عليك بعد ما نخلص الحلقة دي واتقابل معاك بيقولوا ابو بكر رضي الله عنه. لا الزيدية فقط، لا الامامية ابدا. انا هجيب لك الكتب عندي. خلاص هات الكتب عشان ما تبقاش تدي حكم. هنجيب لحضرتك كل كتب الشيعة اللي بيقولوا الكلام ده. اما عن فتوى الشيخ شلتوت اللي الاستاذ قال عليها، الاستاذ عبد الحليم قال عليها، ففتوى الشيخ شلتوت مكذوبة على الشيخ شلتوت، ولا يوجد أي فتوى من الأزهر الشريف طالعة من الشيخ شلتوت بتقول بجواز التعبد بالمذهب الشيعي. انتم مقدمين طلب للشيخ الطيب عشان يسحب الفتوى دي. لا 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 ابدا، ولا قدمنا ولا والله متقدم. المتواجد في السوق العالمي عند الشيعة. لا اسمعني بس حضرتك، اسمعني انت برضه. لا ما هو بس المتواجد في السوق. مجلة التوحيد اهي، مجلة التوحيد اهي بتقول بينتقدوا فيها الشيخ شلتوت، يقول لقد تمرع هذا الاخير فاصدر عام 61 فتوى خطيره. هي فين الفتوى؟ اين الفتوى؟ المجله فين الفتوى؟ سؤال مجله التوحيد في عدد 7 صفحه 59. طب ما انت حضرتك قال الدين الوهابي في المجله، ما فيش فيها مشكله بالنسبه لدي. لا معلش عشان بس ذات الفتوى اللي بيعتمد عليها الشيعه في ان الازهر بيدرس المذهب ده. لا في الازهر لا بيدرسوا من الخوارج. لا بيدرس من الخوارج. لا مش ذات الفتوى المكذوبه على الشيخ شلتوت اللي هي مكتوبه سنه 61، مكتوبه طبعا بالكمبيوتر وبالاله الكاتبه وبخط اليد، وديت اللي منتشره، ولو وجدنا فيها التوقيع بنجد التوقيعين مختلفين عن بعضهم، وليست مختومه بختم الازهر ولا اي شيء ولا اي شيء. حضرتك نوريها للساده المشاهدين. ده الشيخ شلتوت محمد الغزالي قال لي بس خلينا في الشيخ شلتوت. ما هو الشيخ شلتوت الشيخ شلتوت اذا اباح هذا في اختلاف التوقيع ما بين التوقيع الخاص. دي الفتوى المكذوبه اللي هي مزوره، واللي عملوا منها كمان نسخه بالانجليزي عشان يزيدوا التزوير اكتر، اللي عملوا منها نسخه بالانجليزي علشان خاطر يلبسوا علينا. اما الشيخ شلتوت رحمة الله عليه في كتابه الفتاوى قال بالنص الواحد بالنسبة لزواج المتعة: وهذا زواج لا يقصد به سوى قضاء الحاجة، وينتهي دون طلاق بمضي مدته أو بالمفارقة إن لم تضرب له مدة، ولا ريب في أن هذا الزواج ليس هو الزواج الذي شرعه الإسلام ونزل به القرآن. فإزاي الشيخ شلتوت هيبيح الزواج بهذه الطريقة ويعلم جيدا أن الشيعة بيقولوا بزواج المتعة؟ ده في الفتاوى للشيخ شلتوت. فازاي الشيخ شلتوت هيقول معلش؟ لا معلش بس. طب اسمع دي كمان برضه في نفس الكتاب قال ان الشريعه لا ده هم هو واخد 3 دقايق وانت هتاخد 3 دقايق. دقيقه واحده. برضه قال الشيخ شلتوت ان الشريعه التي تبيح للمراه ان تتزوج في السنه الواحده 11 رجلا، وتبيح للزوج ان يتزوج كل يوم ما تمكن من النساء دون تحميله شيئا من تبعات الزوج، ان شريعه تبيح هذا لا يمكن ان تكون هي شريعه الله رب العالمين ولا شريعة الإحصان والإعفاف. ده كلام الشيخ شلتوت. ده كلام الشيخ شلتوت. ازاي اخد ردود حضرتك في لحظة واحدة بقى؟ آخر حاجة اتفضل. فتوى صادرة من جامعة الأزهر من الدكتور حسين محمود عبد المطلب، واضحة جدا وصريحة، اقراها حضرتك. لما سألوا أخ لينا عن مذهب بيعتمد سب الصحابة
وتكفير هل يجوز التعبد بمذهب يعتقد تكفير الصحابة وتحريف القرآن؟ قال لا يجوز التعبد بمذهب يعتقد تكفير الصحابة. هل توجد فتوى للشيخ شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري؟ لا توجد فتوى للشيخ شلتوت. يا ريت ناخذ ده الازهر بقى اللي حجه، يا ريت نعرض ده الدكتور عمار اللي عمل اتعرض الكلام بتاع وده اقوال، ده لسه ده في اقوال مشايخ الازهر على مدار التاريخ بيه مكتوب برضو. الازهر عملوا اقوال علماء الازهر في الشيعه، لم نجد واحد قال ان الشيعه فرقه من فرق المسلمين ابدا. ما الفرق ايه؟ ولا حد قال عنهم حاجه. يعني كفار يعني؟ ده هم نفسهم يا شيخ عبد الشيعة بس عليا يقول لي كفار. هم ده شيعي من يقول الشيعة طب اخذ كلمتك الاخيره. طب دي حضرتك تعرضها اخر حاجه تعرضها. ديت الانوار النعمانيه. لا ما عادش هيعرض. انا اللي بيقول خلاص بقى قدامك دقيقتين الاماميه قدامك دقيقتين. خلاص بقى دقيقتين عشان وقتنا. بص يا سيدي، اولا ده مقال انا اللي كاتبه اسمه الامام ابو العزائي مذكر الاحباب بفضل الاصحاب. كويس؟ بيقول هات انا برضه نعرضه عشان يبقى منصفين. بيقول والله قرب يا مشي. كويس؟ بيقول ايه؟ بيقول والله لو ان المسلم حج 1000 سنة وجاهد 1000 سنة وتصدق بقدر احد وعتق 1000 رقبة ووهب ذلك لاي صحابي لكان مقصرا عاجزا عن القيام بما يجب له عليه. الذين يعيبون الصحابة نفوسهم خبيثة وقلوبهم نجسة. حتى معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه. ما تقعدش بقى تدخلنا حتى سيدنا معاويه. هو بقى بيدخلك هل سيدنا معاويه وعليك برضه جايب لنا الكلمه يعني ينطبق الكلام على سيدنا معاويه؟ بص النقطة الثانية اللي بالنسبة لموضوع سب الصحابة، معلش انا اللي واخد الكلمة بالنسبة لموضوع سب الصحابة في فتوى برضه. لا حاجه متعلقه بالشيخ ابو العزائي عشان ما تفوتش. معاويه ابن ابي سفيان لا يستحق لقب سيدنا، لازم تعرض. هو لازم ياخد لقب سيدنا يعني دي يعني هو بيقول ان ده استثناء. ده مختلف مع ابو العزائي، يعني مختلف مع ابوه الشيخ علاء، مختلف مع ابوه. عايز اقول لك على حاجه. ارجع النهارده الجورنال الدستور الصفحه رقم 3 الخبر الاخير على الشمال من تحت، احد قيادات الاخوان المسلمين بيسب معاويه. شوف هترد عليه تقول له ايه؟ ايوه كل من يسب صحابه رسول الله ده الاخوان المسلمين وعلى مصر لو تروحوا تقفوا عند القصر اولا يا شيخ في الاخوان على محمد مرسي رئيسك ورئيس دولتك ولازم نتكلم عن رئيس دولتنا. انت حر بس رئيسك برضه. لا رئيسك طبعا. بشكرك استاذ عبد الحليم. استاذ علاء هتتكلم ايه؟ يعني اتفضل. انا بقول لك في فتوى صدرت من السيد خامنئي ونشرت في جريده الاهرام 23/11/2006. اتفضل. وصحيفه اللواء الاسلامي 30/11/2006. نعم. اصدر فيها فتوى بتحريم سب الصحابه والخلفاء الراشدين. لا اسمع ايه؟ لا انا بقول لك التاريخ اهو موجوده معاك الفتوى حضرتك. التاريخ اهو منشور في اللواء الاسلامي. الفتوى نصها زي ما هو جاب لنا الفتوى كده موجوده مع حضرتك. نص الفتوى يا شيخ. فتوى ده بيقول لك واحد دكتور بيساله بيقول له في ولا يعني جامعه الازهر يعني لكن لا مختومه بخط شعار الجمهوريه. كمان ايه لما قال تحريم سب رموز السنه؟ رموز السنه مين؟ مش رموزه هو بالظبط. يعني زي الكلمه اللي قالها السفير الايراني بيتكلم عن امهات المؤمنين ولم يذكر السيده عائشه. بشكرك استاذ عبد الحليم. استاذ علاء بشكركم شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم مع الاستاذ حسام الدين علي والمشهد السياسي.